أستاذ نبيل شخص ذكي جدا جدا، عرف يستثمر فلوسه صح، ودلوقتي بقى يسافر كل دول العالم يتفسح فيها. صباح الخير يا برو. صباح الفل. النهارده أول يوم في 2030. إيه النصائح الاستثمارية اللي ممكن حضرتك تفيدنا بيها؟ سؤال حلو قوي. خليني أقول لك، أنا النهاردة كده بالصدفة قابلت اتنين عملاء قعدوا معايا في 2024. تمام؟ أول واحد قابلته كان يعني اسمه عم ضياء. عم ضياء ده لما جه قعد معايا في 2024 قال لي الاسعار هترخص، وانا مفيش بيع وشراء دلوقتي، وانا هحط فلوسي في البنك واخد ايه فايده من الشهادات احسن. فساعتها انا قعدت احاول معاه اقنعه كتير جدا، بس هو صمم على رايه. قابلت بقى على العكس خالص استاذ نبيل. استاذ نبيل ده جه قعد معايا وكان حابب يستثمر. طبعا رشحت له ان احنا ننوع الاستثمار بتاعنا، وجه واقتنع واشترى معايا محل تجاري ساعتها كان عامل 5 مليون جنيه، واشترى معايا مكتب اداري ب 2 مليون جنيه، وكان واخد نظام تقسيط محترم جدا على 10 سنين. فانا لما قابلته قلت له حضرتك رايح فين يا استاذ نبيل؟ قال لي انا طالع اقضي اجازه كده فاكيشن في اسبانيا، في برشلونه. قلت له طيب واخبار الاستثمار اللي احنا عملناه ايه؟ قال لي الحمد لله، انا المحل بتاعي اللي خدته معاك اللي كان سعره 5 مليون في 2024 سعره النهارده 30 مليون جنيه. تمام. والمكتب اللي انا خدته معاك ب 2 مليون جنيه سعره النهارده 12 مليون جنيه. قلت له ما شاء الله كويس. قال لي لا، ده كمان انا المحل لما استلمته شركه كاد اجرته لي ودخل لي عوائد كويسه قوي. قلت له طيب يعني ممكن تقول لي كده مثلا لو طبعا يعني مش هيضايقك تعرفني برضو العوائد اللي دخلت لك من الايجار. قال لي انا اول 3 سنين من 2027 استلمت المحل. هو اشترى معايا المحل في 2024، في 2027 استلم المحل بتاعه، اتأجر معايا من 2027 لحد 2030، دخل له صافي ايجار 7 مليون 950 الف جنيه في خلال ال3 سنين دول. ده ايجار المحل. طيب بالنسبه للمكتب، لما جه قعد حسبها لي طبعا في حسبه ارقام كتيره جدا بالزياده السنويه بالكلام ده كله. المكتب دخل له عائد ايجاري في ال3 سنين مليون و400. يعني احنا بنتكلم ان هو المكتب اللي كان واخده ب 2 مليون بقى ب 12 مليون، كسب فيه 10 مليون. والمحل اللي كان واخده ب 5 مليون بقى ب 30 مليون، يعني كسب 25 مليون، غير ان في 9 مليون و400 دخلوا له على الايجار. ليه؟ لان الراجل ده آمن بالاستثمار، راجل ذكي، راجل كل اللي دفعه حوالي 50% من الوحدات، ودلوقتي بقى معاه ملايين الملايين. استاذ نبيل شخص ذكي جدا جدا، عرف ازاي يستثمر فلوسه صح، وعرف ازاي يكسب جامد جدا، وبقى دلوقتي يقضي اجازاته في كل بلاد العالم بيلفها براحته. عم ضياء مش عارف ان هو يجيب اي حاجه نظرا للانفليشن، وان الفلوس بتاعته قيمتها قلت جدا. فانا عايزك تكون شخص ذكي وتعرف توظف الفلوس اللي معاك وتستثمر صح زي استاذ نبيل. اوعى تعمل زي عم ضياء خالص. لو عايز ازاي تعرف تستثمر صح اتواصل معايا، كل حاجه بالورقه والقلم هنحسبها مع بعض، وهوصلك لاعلى استثمار ممكن في اقرب وقت.